ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة محشي البتنجان، وكمان هنعمل معاه الرز بتاع المحشي. عندي هنا 1.5 كيلو من البتنجان. هعمل اول حاجة عندي هنا الخلطة. هنحط 2 معلقة من الزيت، وهحط بصلاية متوسطة. هحط البهارات بتاعتي: ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر. ممكن نحط كمان بهارات بتاعة المحشي. هجيب طماطمتين هنقطعهم. الطماطم طبعا بتدي طعم حلو قوي في المحشي، خصوصا المتقطعة. هحط كمان 2 معلقتين من الصلصة. هحط مرقة خضار، ودي طبعا حاجة اختيارية، لو انتم مش حابين تحطوها ما تحطوهاش. هحط بس حوالي ربع كوباية من المية عشان بس ما تبقاش عندي صلصة تقيلة قوي. كمان جبت هنا حوالي 5 فصوص من الثوم، وقطعتهم شرايح. طبعا الثوم ليه فوائد حلوة كتير، وكمان بتدي طعم للمحشي. حطيت كل الخليط على 2 كوباية من المحشي، وكمان حطيت عندي الشبت والبقدونس. هبتدي احشي بقى عندي المحشي وهرصه في الحلة. كان عندي لسه في مكان فاضي، جبت فلفل الوان وحشيتها. برضو الفلفل فيه فيتامين سي، بيدي طعم حلو جدا للمحشي، ومع يدي ريحة كمان مع محشي البتنجان بيبقى جميل. حشيتها وحطيتها، وهحط بقى عندي هنا جاهز عندي المية اللي بنسقي بيها او الشوربة اللي بنسقي بيها. هحط معلقة من الزيت ومعلقة صلصة، وحط مرقة خضار. وطبعا كمية المية اللي انا حطاها هنا حوالي 2 كوباية على قد الرز. هحط عندي هنا، طبعا هي ما خدتش الرز كله، حطيت شوية من المية وسبت شوية على قد الرز اللي اتبقى. وحطيتها على النار لحوالي نص ساعة لغاية ما المية شربته، وبعدين بوطي عليه النار. طلع جميل جدا وطعمه خطير. كان عندي هنا برضو شوية من البتنجان، سلقته وعملت له تتبيلة زي المخلل كده بالثوم والليمون والملح والفلفل والخل، وحشيتهم في البتنجان. وبقى هنا بقى عندي الرز. برضو في ولادي بيحبوا قوي الرز لوحده، بيبقى جميل، وسويته لوحده. وكان ده الفيديو النهارده، متنسوش لايك والشير.